حابة ابتدي العام الجديد بفيديو مضحك بالنسبة لي يعني. وكل عام وانتم بخير ويا رب عام جديد جميل ان شاء الله. الخبر بيقول نقلا عن موقع الجزيرة يعني ان شركة ماكدونالدز في ماليزيا بترفع دعوى قضائية ضد المقاطعة هناك. هو ده نص الخبر اللي جه على موقع الجزيرة. بجد الخبر ده ضحكني لان انا ما شفتش بجاحة اكتر من كده. بجد انا ما شفتش بجاحة اكتر من كده، وشابوه للشعب الماليزي. يعني جدعان وجامدين. المقاطعة هناك شغالة، يعني شكلها انها شغالة بفعالية جامدة جدا لدرجة ان هم رفعوا عليهم دعوة ان هم تضرروا يعني، وكمان طالبين تعويض. وبمناسبة المقاطعة عايز اقول لكم ان المقاطعة في مصر شغالة والله، يعني شغالة كويس جدا. الحمد لله ان احنا لسه احنا مستمرين عليها. وان شاء الله مش هنبطل مقاطعة للمنتجات اللي بتدعم الكيان ده. النهارده انا في سوبر ماركت. انا الموقف ده حصل لي، انا في سوبر ماركت واتنين شابين. واحد بيقول للتاني فين المنتجات اللي كان عن قسم الشوكولاتات يعني. فبيقول له فين انواع الشوكولاته اللي هي يعني مش تبع المقاطعه، او يعني كلها تبع المقاطعه. طب فين انواع بقى اللي مش تبع المقاطعه؟ فانا فهو صاحبه قال له ايه، انا هقول لك على موقع كده او يعني حاجه بتقول لك ايه المقاطعه وايه اللي مش مقاطعه. فانا بصراحه تطوعت ورحت قلت له، شاورت له على الاصناف اللي مش مقاطعه من الشوكولاته. وقلت له هي دي. فهو بعد كده الولد بقى جاي يسالني يقول لي طب بالنسبه بقى لانواع المشروبات اللي مش مقاطعه. فقلت له المشروبات الغازيه اللي مش مقاطعه في سبيروس باتس، في 7، في بيكولا، عندك هتلاقي كل ده موجود في السوبر ماركت يعني. فالناس فعلا لسه عندها وعي، ويعني الموضوع فعلا في مصر الحمد لله برضو ماشي ومكمل. فيعني احنا مكملين.